الفيديو ده مهم جدا للشباب اللي لسه بتتعلم مهاره او لسه تبدا تتعلمها اصلا. في كلام يوتيوبرز قليلين جدا هيقوله لكم، ان انت ازاي تختار الشخص الصح اللي انت تتعلم معاه المهاره دي. اغلبنا دلوقتي وانا واحد منكم بيبدا عايز يتعلم مونتاج، يتعلم برمجه، يتعلم جرافيك ديزاين، يتعلم اي حاجه من الحاجات دي، فبيبقى عايز ياخد كورس فيها. فانت ايه المعايير الصح اللي انت هتختار بيها الانستراكتور او الشخص اللي انت تاخد معاه الكورس عشان تبقى فعلا طالع من الكورس ده فاهم ومتعلم، مش واخد المسار مش كويس، لا انت فاهم فعلا والشخص ده اداك قيمه معلوميه كويسه. فنحط كده شويه معايير يعني تعرف بيها الشخص الصح اللي انت تاخد معاه الكورس ده. مبدئيا اول حاجه بس عايزين نتكلم عن ظاهره ليه يعني مجال التدريب بقى فيه هلس كتير وبقى فيه كلام كتير مش صح وناس مش مؤهله. ده بسبب حاجتين. اول حاجه ان الناس مش مؤهله، يعني الناس اصلا يعني كل واحد خد له مثلا كورس مثلا او عمل بروجكت او عمل اي حاجه يقول لك انا هدي كورسات للناس او مش عارف ايه، فده غلط تمام. والماركتنج طبعا ان هو بيقعد يماركت لنفسه ان انا افضل حد، ان انا كويس، ويقعد بقى يصور لك سكرينات ويقعد يعمل لك حاجات، فده طبعا مش صح ومش معيار خالص. فالمشكله مع السوشيال ميديا ومع التسويق اللي احنا فيه ده، فانت بقيت خلاص يعني اي حد بتصدقه، حتى الناس بتقول على الحاجه دي كويسه بس هي اصلا الحاجه دي مش كويسه. هم فاكرين ان هي كويسه بس هي مش كويسه، وهم بيكتشفوا عواقب ده مثلا لما بييجوا يشتغلوا، لما بييجوا يشوفوا كورس تاني مثلا في تفاصيل اكتر، في حاجات مشاريع عمليه اكتر تتعمل، انت تقدر تعملها وتستفاد بيها في البورتفوليو بتاعك يعني. فساعتها بيدركوا ان لا والله انا كنت ماشي في طريق غلط، انا الشخص اللي كنت باخد معاه ده كان بيضللني. والموضوع ده للاسف موجود في مصر بشكل كبير في كل المجالات بلا يعني بلا استثناء. انا بس هتكلم عن مجال البرمجه لان انا يعني اوريدي مخلص ثانويه عامه، كنت قاعد بقى بدور على الناس اللي ممكن تاخد معاهم كورسات والكلام في كلام كتير قوي هنا في مصر بجد على موضوع البرمجه ده. فانا كنت بدور وبصراحه في كلام كتير ممكن يضل حد يقعد يمشي في تراك وقاعد بيذاكر وبيشتغل 5 سنين مع حد واكتشف ان، او 4 سنين او ايا كان، واكتشف ان الكورس ده مش كامل، ان الشخص ده مش بيديله معلومات صح، ان الحاجات دي قديمه، ان هو قاري يا دوبك دوكيومنتيشن بتاع اللغه او كتاب او اي حاجه وداخل يدي كورس. الكورس مش انت واخد حاجه فبتحطها بس. وهي دي المعايير اللي احنا هنتكلم عنها في الكلام ده عامه لكل المجالات. ازاي تثق في الشخص اللي انت تديله فلوس وتستأمنه على وقتك وتحط معاه تركيزك وكل حاجه، ان فعلا انت هتطلع متعلم حاجه وكورس هيفرق معاك وكورس ثمنه فعلا يستاهل والكلام ده كله. اول حاجه ان لازم يكون في شغل للشخص ده، يعني لازم الشخص ده اوريدي يكون عنده مثلا بيقول لك انا بدي كورس، فالكورس بتاعي فيه 1 2 3 وانا اشتغلت في كذا وعملت كذا ولازم يكون عنده خبره. ما هو الراجل في الكورس مش بيديك ماده علميه بس، ما الماده العلميه تجيبها من اليوتيوب. الراجل بيديك خبره ازاي تتعامل مع كود. لو انت مثلا بتكتب يعني بتكلم على البرمجه، يعني لو انت مثلا بتكتب كود وانت في شركه مثلا بتشتغل في شركه، ازاي تكتب الكود صح تنجز الوقت، الكود يكون مفهوم لزمايلك، يكون الكود بسيط، يكون تكتبه بشكل مظبوط ما فيهوش عك، لان في حاجات كتير قوي بناخدها كاكاديميه لكن مش بنحتاجها في الشغل. تاني حاجه بالنسبه للبرمجه ان هو لازم يكون اشتغل في شركات في اوروبا. خلينا نتكلم بصراحه، في مصر وفي الخليج حتى مفيش تك، مفيش يعني مقارنه باوروبا، يعني اوروبا عالم تاني حرفيا، وامريكا والحتت دي. فلازم يكون يعني يشتغل في شركه زي الشركات دي بحيث ان هو يكون عنده حتى خبره ينقلها لك، ويكون فعلا اللي هو مش شغال في شركه في السعوديه وفي شركه في مصر يقول لك انا هعمل لك كورس سي بلس بلس ومش عارف ايه. نفس الكلام ينطبق على حاجه غير البرمجه، ماركتنج مثلا او ميديا باينج يعني. يكون عمل حملات جاب ارقام كبيره وفعلا ناس كتير يعني او شركات كتير او محلات كتير او ايا كان يعني عملت مصداقيه او ابروفال على الشخص ده ان هو شغله كويس وان هو فعلا قوي، ويكون اشتغل مع ناس كويسه وعنده عنده دليل على ده. فدي لازم يكون في حاجة يعني فعلا تعرف ان لا ده راجل كويس، ده راجل تقيل مسك مثلا حاجة في حتة كبيرة وهكذا. ده بيكون عامل مهم يعني بشكل كبير. ولكن يقول لك انا شغال في الخليج، شغال مش عارف في ايه، مفيش سوفت وير في الحتت دي اصلا تمام، وما انت مش مميز يعني. في مواد اساسيه زي الكمبيوتر اركتكتشر والاوبريتنج سيستمز، الحاجات دي مهمه والداتا ستراكشر، فالمواد دي يعني تاسيسيه مهمه جدا. والناس للاسف اللي مش متمكنه بيقعد يدرس لك الحاجات بس اللي على الوش ومش بيغوص في التفاصيل ومش بيشرح لك بالتفصيل وبيفهمك بشكل كلي. لازم يكون في حد اصلا فاهم جدا وتقيل جدا في الشغل عشان يعرف يقول لك الكلام ده. فهي بالتبعيه يعني لازم يكون شغال في شركه، عشان شركه محترمه، عشان يعرف يقول لك الكلام ده، ان هو عشان شغال في الشركه دي يبقى هو عنده خبره وهو انسان قوي. فبس هي دي الفكره. برضه انت لازم تجرب الديمو، يعني الراجل مثلا عنده قناه يوتيوب بينزل عليها شروحات، عنده مثلا كورسات منزل لك اول 5 محاضرات ببلاش. فانت لازم تشوف هل فعلا الراجل ده بيشرح صح، هل هو بيكروت، هل هو فعلا عنده صبر، هل هو بيبصمج لك وخلاص، ولا بيغوص في التفاصيل وبيفهمك اساسيات وفنيات مهمه جدا عشان تبقى فاهم اللي انت بتدرسه بشكل قوي وتبقى اساسك قوي. المحتوى المجاني هو اللي بيبين هل يعني بيبان اسلوبه عامل ازاي وعنده شيء يقدمه لك ولا لا. تالت سؤال تساله لنفسك، هل هو اصلا مناسب لمرحلتك؟ ما ممكن يكون سينيور تقيل جدا وممكن يبقى عنده فعلا علم قوي بس هو مش عارف يوصل المعلومه. يعني في فرق بين اللي عنده معلومه واللي بيعرف يوصلها. الشرح يا جماعه من اصعب الحاجات بجد. هي بتبقى ملكه يعني، وحتى لو ما عندكش الملكه دي تطويرها مش سهل. وتطويرها لازم انت تشرح لمجموعه وتاخد منهم فيدباك وتنمي نفسك وتفهم نقاط ضعفك وتحاول تطورها. فالموضوع مش سهل خالص. انت لازم يكون الشخص انت فعلا تفهم منه، انت عارف يوصل لك المعلومه، لان من غير ما هو عارف يوصل لك المعلومه كل الكلام اللي انا قلته ده ملوش لازمه، ما تاخدش معاه. لازم يبقى يعني عقليتك مناسبه مع شرحه. لازم تكون عارف تهضم كلامه.
لان هو اصلا ممكن يكون بيدي مثلا كورسات عاليه جدا، تمام، لناس معينين او لمجال معين متخصص، وبيدي مثلا كورسات في سي بلس بلس. فانت تيجي تاخد معاه كورسات سي بلس بلس تلاقي ان هو صعب، طريقته صعبه. هو مثلا متعود ان هو يدي مواد تقيله او حاجات تقيله، فانت مش عارف تتاقلم معاه. فساعتها تشوف حد تاني كويس بس بيبسط المفاهيم، هادي، بشرحه بسيط، بيبسط، بيسمع اسئلتك وهكذا. ولازم طبعا تبقى، يعني دي اهم حاجه، ان انت تشوف ناس فعلا كتير جدا وصلوا لايه بعد ما هم خدوا الكورس بتاعه. انت بقيت فين، انت عملت ايه، انت استفدت ايه. تشوف فيدباكس كتير جدا وتقرا كتير وتشوف مين الصح ومين الغلط، وتحاول تقارن وتحاول تفهم، وتشوف وجهة نظر ده وجهة نظر ده، وتشوف الناس الأجانب ما شاء الله علم مش طبيعي. تشوف الناس الأجانب، تشوف الكلام ده بيتوافق معاهم ولا لأ. برضه أكيد عندهم غلطات، بس أنا باتكلم بشكل عام في صناعة السوفت وير مثلا. يعني الكلام اللي بقوله ده تقدر تطبقه على مجالات كتير، لأن في مصر وفي العالم العربي في نصب كتير وهبد كتير بصراحة، عدم صدق. فالناس للأسف يعني ما عندهاش أمانة علمية، والأمانة العلمية ده شيء مهم جدا. أنت لو ما عندكش أمانة علمية، أنا مش هثق فيك أصلا، ولا هثق في كورساتك، ولا هثق في أي حاجة. فملخصا أنت لازم تعرف الشخص اللي مناسب لمشاكلك الحالية. أنت مثلا داخل أولى، حد مناسب معاك، مش حد عالي قوي. فانت لازم الشروط دي كلها تتحقق. دي حاجه برضو يعني لازم تفكر فيها شويه، ان التعليم يعني هو ان انت تبقى سوي، تبني انسان سوي. فانت ما يعني لازم الشخص اللي انت تاخد عنده كورس ده تشوف اراءه، تشوف افكاره، تشوف بيفكر ازاي، تشوف صفاته. ممكن يكون عنده صفه وحشه جدا، مثلا ان هو بيكرف الناس، مش بيتقبل الكلام، ما بيحبش وجع دماغ، فتلاقي ده بيتطبق في الكورس. وغير الكورس بشكل عام، انت الشخص ده انت بتتاثر بيه بعيدا عن الكورس. الكورس بيكون طويل مثلا ويكون لايف، بيكون عادي مسجل، فانت بتتاثر بالكلام اللي بيتقال. في اسمه تاثير الهاله. التاثير ده ان مثلا الشخص قوي جدا علميا وبيدي كورسات قويه فعلا وكده، ولكن هو اراءه مش مظبوطه وغلط. فانت بتحاول تدافع عنه عشان هو علميا كويس. فاحنا بنخلط الحاجتين دول ببعض. لا، مش معنى ان شخص عبقري وشاطر في مجاله وبيساعد الناس وكده ان هو كل حاجه فيه صح. لا، ممكن يكون دماغه محتاجه تتظبط في شويه اراء، في شويه حاجات. ممكن بيسمع لناس غلط فكون عنده فكره مش صح عن موضوع معين. فانت لازم تحاول تشوف توجهات الشخص ده. احنا بنحاول نلاقي الشخص اللي هو على الاقل كلامه مظبوط، بيتناقش مع ناس صح، الراجل لسانه نظيف، مش مثلا مجنون في دماغه بيطلع منه كلام مش مظبوط. فانت تحاول على قد ما تقدر تعمل ده. انا بتكلم على شكل الاخلاق يعني. ولو ما عرفتش تعمل ده، حتى حاول تفصل ما بين الكورس اللي انت بتاخده مع الشخص ده وما بين متابعتك ليه. لان احنا بنتاثر بالناس بطريقه مش طبيعيه. زي ما انت بطنك او يعني صحتك بتتاثر بالاكل اللي انت بتاكله، انت عقلك بيتاثر بس انت مش بتكون عارف. لما انت تيجي النهارده تسمع مثلا حاطط اذاعه القران الكريم في المطبخ عندك كل يوم، بتلاقي نفسك انت قاعد بتدندن وانت ماشي في الشقه الصور. طب انا حفظتها منين؟ تلاقي نفسك وانت مش واخد بالك عمال تدندن سوره مثلا البقره، سوره مش عارف ايه. لان خلاص انت عقلك اللاواعي الحاجه دي عماله تخش له، فبالتدريج بيبقى حافظ بتلاقي نفسك حافظ الكلام ده وبتدندنه. فدي مصيبه، لان انت ممكن تكون قاعد مثلا بتتعرض لمحتوى اغاني مثلا، فان انت ومن غير قصدك، يعني انت بتتعرض عليه مثلا في اعلانات اليوتيوب، فتلاقي ان انت الاغنيه عمال تدندنها وانت ماشي وانت مش واخد بالك. فالحاجات دي مصيبه. نفس الكلام ده بالنسبه للسمع، بالنسبه للبصر، ان انت ممكن تتفرج على حاجه في الاول خالص تبقى عيب، تحس ان هي عيب وازاي ده بيحصل وازاي ده مش مظبوط. ولكن بعد ما تتفرج مثلا على فيلم كذا مره كذا مره في نفس الحاجه دي، تلاقي ان انت بقت مألوفه بالنسبه لك، او مش مشمئز زي الاول، او الموضوع بالنسبه لك عادي والموضوع بسيط. فانت عقلك بيتاثر باللي انت بتشوفه، باللي انت بتسمعه، باللي انت بتقراه. فانت عقلك لازم تحافظ عليه وتدخل له مدخلات صح. مش اي يعني الموضوع مش الصحه بس، لا، عقلك بيتاثر، وعقلك هو يعني محرك حياتك. فانت لازم تعرف انت بتتعرض لمين، بتعمل فلو لمين، بتتابع مين. فبس دي نقطه حبيت اتكلم فيها شويه يعني. ان انت لازم تعرف اراءه، ولازم تعرف ممكن يكون بيطبق الحاجات دي. حتى لو انت انسان مش فارق معاك الكلام اللي انا بقوله ده، ممكن يكون بيطبق عنده مبادئ غلط ويطبقها في الكورس. بيكرف الناس، مش بيرد عليهم، بتدفع الفلوس بس ما فيش متابعه، مفيش اي حاجه. فانت لازم تشوف افكاره، لازم تشوف توجهاته، لازم تفهم اكتر عن الشخص ده، وتشوف الناس اللي بتتابعه، الناس اللي بتشكر فيه، الناس بتشكر فيه ليه، الناس بتذمه ليه. الراجل ما شاء الله عنده سمعه طيبه ومفيش حد بيذمه خلاص. ففي شويه معايير كده لازم تحطها في دماغك عشان تفلتر الشخص او الكورس اللي انت هتاخده. رساله مني يعني، لا انصح ان انت تدرس اي حاجه علاقه بالسوفت وير من مثلا كورس في مصر. انت بتروح تاخد كورس مثلا على الارض اوف لاين يعني او كده، لان الناس مش مؤهله. انت مين يعني؟ اسف يعني، اتخرجت مش عارف عملت ايه، برضو انت مين؟ انت ما عندكش خبره في شركات كبيره، ازاي تتعامل مع تيم، ازاي تهندل مشكله كبيره، ازاي تتعامل في شركه زي امازون، زي فيسبوك، زي شركه حتى في اوروبا، التعرض للنظام ده. كل دي خبرات الانستراكتور بيديلك في الكورس. نفس الكلام الشخص اللي بيعمل مونتاج، لو بيعمل مونتاج لناس تقيله بيديك تيبس وتريكس ان هو يمسك مونتاج يوتيوبر كبير، يبقى هو شاطر وهو عنده حاجات يفيدك بيها عن واحد بيمنتج اليوتيوبر نص نص. فكل حاجه في الدنيا كده، انت محتاج تكون قاعد هادي كده وتفكر بعقل وتدور وما تكونش مندفع. توزن الكلام اللي بيتقال لك، تعديه على دماغك، تدور
خليك فضولي، دور وشوف وافهم عشان تحاول تقلل على نفسك مدة الوقت او الطريق او ايا كان. وربنا يوفقكم يا شباب ويوفقكم كل خير يا رب، وتتعلموا الحاجة اللي انتوا عايزينها بأفضل طريقة ويعني توصلوا بإذن الله. وادعوا لنا جميعا يعني مع بعض، ويلا سلام عليكم.